الأنونيموس أخطر منظمة هاكر بالعالم. بهذا الفيديو راح نحكي معلومات عن الأنونيموس. طبعا ما في ولا أي أحد عنده معلومات عنهم، هاي المعلومات هن بنفسهم حكوها، ما في ولا حكومة ولا دولة قدرت تطالع عنهم. معلومة وحدة، ما لهم مقر، ما في غير معلومة وحدة وهي انه اسم رئيسهم اكس. اسم اكس هو اسم مجهول، ما بتستفيد شيء من هاي المعلومة ابدا. أعضاء هاي المنظمة كلهم مجهولين بكل شيء يخصهم، ما معروف عنهم شيء أبدا. طبعا لما قلت منظمة هكرية يعني تفكر إنه هدول أشخاص سيئين بيعملوا جرائم إلكترونية، بيخترقوا حسابات وبينشروا صور ناس. لا، هدول بيدافعوا عن حقوق الإنسان لدرجة إنهم ممكن يوقفوا ضد دول كبيرة مثل أمريكا وغيرها. طبعا هن نفسهم أعضاء المنظمة ما في ولا واحد بيعرف معلومة عن الثاني ولا شيء أبدا. لما بدهم يهكروا شيء كلهم بيجتمعوا بيشتغلوا مع بعض مشان يوقفوا ضد هذا الشيء اللي بدهم يهكروه. طبعا الكثير بده يتساءل كيف تأسست هاي المنظمة، كيف صارت. بالبداية اجتمعوا كلهم في موقع فورتشان وكانوا مسمين نفسهم انونيموس، وانونيموس يعني مجهول. بمنتدى هذا الموقع من هون صاروا يجتمعوا وكلهم كانوا مجهولين. لما اجتمعوا هون قرروا يسموا نفسهم الانونيموس، يعني باختصار هم مجهولين بكل شيء بخصهم، وهذا الشيء اللي بيميزهم. واغلب هجماتهم تكون ضد المؤسسات والحكومات. فهاي المنظمة هدفهم انهم يدافعوا عن حقوق الانسان وما يخلوا اي شخص يشتغل بخباثة ويضحك على الناس ويعمل اشياء ما كويسة. وقبل اي عملية هجوم على مؤسسة او حكومة او شخص مشهور ينزلوا فيديو انه انت المقصود، انت هدفنا الجاي. بدأت مجموعة الانونيموس ب 2003 على موقع فورتشان. مثل ما قلنا من قبل، فيك تدخل الموقع بدون ما تحط معلوماتك، يعني الموقع ما بياخذ عنك شيء معلومات ابدا. واول حملة هجوم لهم كانت على مذيع الراديو هال تورنر، لانه نشر تصريحات عنصرية ضد السود. كان يقول اذا انت اسود مالك شيء، انت مالك حياة، مالك كرامة. بيكره السود وعنده عنصرية ضدهم بشكل مو طبيعي. فهون الانونيموس قرروا يعاقبوه على هذا الشيء لانهم هن ضد العنصرية. هو كان شخص بيطلب من المطاعم، بيطلب من المتاجر، بيطلب يعني بيوصل لبيته طلبات يعني. وهم هون بسبب خبرتهم في الهكر قرروا انه هن يطلبوا باسمه، يطلبوا شغلات تجي لعنده على بيته باسمه. صاروا يطلبوا شغلات غالية كتير ما يقدر يدفع سعرها. ضلوا فترة يبعثوا له مواد غالية كتير لحد ما سكر البرنامج تبعه كله. سكره لانه عرف، لانه بعد ما حكى كلامه العنصري على البث بلشت تجي الهجمات هاي. فهون قرر انه يسكر البرنامج هذا. بعدها ب 2008 بدأت اول حملة هجومية ضد لايفا لانها اخترعت دين جديد. طبعا هاي لايفا اسسها المؤلف الامريكي لون هوبارت. كان عندهم كذا كنيسة وتم تأسيسها بعام 1952 وفرعهم الخاص بامريكا. وعندهم اعتقادات غريبة مثل انهم بيعتقدوا انه البشر اجوا من الفضاء، يعني كل شخص عايش هلا اجى من الفضاء. وبيؤمنوا انه الكرة الارضية راح تنتهي عن قريب، واللي بينجوا من هاي الكوارث فقط اللي بيآمنوا بالدين الساينتولوجي. طبعا الغريب انه اغلب مشاهير الغرب مآمنين بهذا الشيء ومصدقين كلامهم. كثير منهم غيروا دياناتهم لهذا الدين الساينتولوجي. مثلا من احد المشاهير توم كروز، هو غير ديانته للساينتولوجي. وكانوا هدول بيعملوا اشياء غير اخلاقيه ما كويسه مع الناس، وما كان حدا بيقدر يوقفون عند حدهم الا الانونيموس. بعد اجت الانونيموس هون اخترقت موقع الكنيسه، طالعت المعلومات كلها لعندهم، ولكن ما سربوا اي معلومه عن الكنيسه ابدا. بعدها في فيديو لتوم كروز انتشر هو بيحكي عن هاي الديانه، فكانت هاي الكنيسه تحاول انه ما ينتشر المقطع ابدا لاي احد يشوفه. فهون الانونيموس قرروا ينشروا هذا المقطع على اليوتيوب. الكنيسه تكلمت مع يوتيوب عشان يحذف المقطع، ولكن اليوتيوب ما رد. اليوتيوب عملوا حالهم انه ما لهم شايفينه، ما ردوا على الرساله ابدا. ولكن هاي الكنيسة رفعت دعوة قضائية على يوتيوب، فعلا كسبوا القضية وحذفوا المقطع على يوتيوب. ولكن المقطع انتشر بكل مكان بعد ما نشروه الانونيموس، انتشر بكل مكان، انتشر كتير هذا المقطع. بعدين هون الانونيموس قرروا يغلقوا كل مواقع تبعوت هاي الكنيسة، قرروا يغلقوا كل مواقعهم ويسكروا لهم اياهم. بعدها نشروا كل معلوماتهم اللي اخذوها، نشروا معلوماتهم السرية والغير سرية وكل شيء عنهم نشروا. وهاي المعلومات اللي سربوها كشفت عنهم انهم لا لهم كنيسة ولا لهم طائفة، حتى هم ما انهم آمنين بهاي الاشياء اللي بيحكوها. بعدين انفضحوا بكل مكان وصار الكل يعرف حقيقتهم. والهجمة اللي بعدها كانت ضد شركة اتش بي جيري. وهاي الشركة كانت هي تحمي الشركات من الاختراق، كانت لدرجة انهم كانوا يتعاقدوا معهم دول عشان ما يخترقوهم. وهاي الشركة قالت مرة انه اخترقوا منظمة الانونيموس، صاروا يعرفوا اسم رئيسهم، صاروا يعرفوا كل شيء عنهم. ولكن كل هذا كان اكاذيب فقط. كانوا يكذبوا على الناس انهم اخترقوا الانونيموس وانهم افضل منهم، ولكن هاي الاكاذيب ندموا عليها. والانونيموس اخترقوا شركتهم بعدها اللي هي نفسها بتحمي الشركات من الاختراق. وبعدها منظمة الانونيموس سربوا كل شيء عنهم، كل المعلومات، معلومات موظفين الشركة، وين بيتهم، اسمائهم، كل شيء، ارقامهم. وبعدها الانونيموس اكتشفت انه كانوا هدول اشخاص بيعملوا علاقات غير اخلاقية مع الشركات عشان الشركات هاي تفوق على منافسيها، يعني اللي بيدفع لهم اكثر كان يروحوا معه ويساعدوه. فهون مين اللي طلع الفكرة؟ اللي طلع فكرة انه خلينا نحكي انه اخترقنا الانونيموس يعني يسوقوا لنفسهم. فهذا صاحب الفكرة قرر
الانونيموس انه يفضحوه، ينشروا عنوان بيته، ينشروا كل معلوماته حتى رقمه الوطني. بعدها هاي الشركة خسرت ملايين الدولارات، صارت سمعتهم جدا سيئة، وهذا الشخص اللي قال الفكرة طردوه من الشركة. ونجي هلا للموقع الدارك ويب، اكثر موقع مظلم بالعالم. اللي ما بيعرف هذا الموقع راح احكي بشكل مختصر عنه. هذا الموقع بينشر اشياء فيك تشتري منه كل شيء ممنوع فيه. هذا الموقع يعني كله اشياء ممنوعة خطيرة، مثل انك تستأجر قاتل، وفي مخدرات، فيك تستأجر هاكر كمان، واشياء كثيرة ما هي كويسة. وحتى الاشخاص اللي فيه هم نصابين وكذابين. والانيموس قرروا انه يهكروا هذا الموقع ويوقفوه. فعلا وقفوه لمدة مؤقتة. بنفس الوقت الانونيموس لقوا 2000 اسم لاشخاص مسؤولين عن هذا الموقع، نشروا كل معلوماتهم للعلن عشان الشرطة تمسكهم. بنجي هلا لموقع ذا بايرت بي. هذا الموقع مسؤول عن كل المواقع والتطبيقات اللي بتنشر الافلام المجانية وتطبيقات الانمي. وهذا الموقع فيه اشخاص بيعملوا فيه مجهولين، ما حدا بيعرف عنهم شيء. شركات الافلام راحوا عند حقوق الملكية وقالوا لنا، اعطونا تصريح رسمي انه بنقدر نحكر مواقعهم، لانه نحن عم ننشر افلام عم بتروح بالمجان، نحن عم ننشرها ونتعب عليها، فعليها ملايين الدولارات، بالاخير بتروح بتنزل مجانية على هاي المواقع. وفعلا اعطوهم تصريح. بعد ما اعطوهم التصريح قرروا انهم يتعاونوا مع اكبر شركة لحماية المواقع، خلوها تهاجمهم. الطريقة الوحيدة اللي كانت حتى يقدروا يوقفوا هذا الموقع انه يضخوا معلومات كبيرة على هذا الموقع عشان يتوقف وما يتحمل، لانه ما راح يتحمل الموقع وراح يتوقف. وبالفعل توقف الموقع بعدها. بعدين الانونيموس عملوا نفس الشيء على كل الشركات، صاروا يرسلوا معلومات ورسائل كثير مشان يوقفوهم. وهون هاي الشركات خسرت ملايين الدولارات لحد ما استسلمت، ورجع موقع بايرت بي ينزل افلام ومسلسلات بشكل مجاني بسبب الانونيموس.